الراجل ده داهية. دي أغرب قصة انتقال لاعب للمنافس المباشر هتسمعها في حياتك. سنة 2000 وقبل انتخابات ريال مدريد، بريز راح لوكيل فيجو وقعد معاه وقال له برشلونة مش عايزة ترفع له العقد بتاعه، أنا هديله الرقم اللي هو هيطلبه وهيمضي في ريال مدريد لو أنا فزت بالانتخابات، وأنا هدفع له الشرط الجزائي اللي هو كان 50 مليون يورو. بس بريز كان صايع قوي، أو مش كان، هو مازال صايع. قال له لو انا كسبت الانتخابات وفيجو مرضاش يجي ريال مدريد هيدفع لي 26 مليون و200 الف يورو. طبعا الرقم بالنسبه لك غريب، طب ليه مش 26 مليون بس وليه مش 27؟ اشمعنى الرقم ده تحديدا؟ ال 26 و200 الف دول كانوا بالظبط تمن اجمالي التذاكر الموسميه لاعضاء النادي. فبيريز طلع بالظبط قال كده، انا لو كسبت الانتخابات هجيب لكم لويس فيجو ريال مدريد. طب لو انا كسبت الانتخابات ولويس فيجو ما جاش، هدفع ثمن التذاكر الموسمية لجميع أعضاء النادي اللي انتخبوني. Si yo soy presidente del Real Madrid, Luis Figo será jugador del Real Madrid. الراجل ده داهية، فخلاص هو كده كده ضمن المكسب، لأن أنت كعضو نادي بالنسبة لك إنك تاخد فيجو النجم الأول للغريم بتاعك دي حاجة لو رئيس النادي وعد بيها ونفذها هتبقى ضربة جامدة قوي. وفي نفس الوقت لو معرفش يجيبه وراح دفع لك ثمن التذكره الموسميه بتاعتك، هتقعد تحضر الموسم كله من غير ما تدفع ولا جنيه. وبالفعل بريز كسب الانتخابات، وجات اللحظه اللي قلبت موازين الكوره وقتها. اول ماتش للويس فيجو قميص ريال مدريد في ملعب الكامب نو. الراجل اتهزق حرفيا من اول ما دخل من ممر الملعب للتسخين لحد ما خرج من الملعب، كان بيتهزق بس. شتيمه، رموا عليه رؤوس خنازير. عشان كده لويس فيجو اكتر لعيب مكروه من جماهير برشلونة في التاريخ. في لعيبه كتير راحت من الريال لبرشلونة او من برشلونة لريال مدريد، بس عمر ما في لاعب الجمهور كله اجمع على كرهه زي ما جمهور برشلونة اجمع على كره لويس فيجو. وطبعا ما تنساش دي كانت دقيقة بس، القصة لسه ما خلصتش.